السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم أمهاتي، مرحبا بكم غالياتي، إن شاء الله راكم بخير وراكم لاباس يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله جيت نشارككم وصفة الطمينة ولا التقنتة تاع الفرينة بأروع طريقة غادي تشوفوها معايا. هاد الطمينة فيها لمستي الخاصة، إن شاء الله راح تعجبكم وراهي بزاف مفيدة وصحية. على بركة الله، بسم الله، بدون إطالة غادي تكون لكم الوصفة تاع اليوم تشد لكم أطول مدة ممكنة، ما تخرج لي دام، ما فيها يعني حتى تعقيدات، كل شيء سهل ماهل، وعطيتكم كل شيء من الصغيره الكبيره باش كاع الاخوات ينجحوا فيها. على بركه الله، بسم الله. هنا عندي غادي نخدموا بالكاس تاع اختنا وليد، هذا الكاس اللي كاع البيوت عندكم. ندو الكاس هذا نعبروا به كاس تاع الفرينه، دائما نستعمل فرينه ساره متعدده الاستعمالات وتخرج لكم نتيجه مليحه. هنا ديت كاس تاع الفرينه غادي نحمصها على نار قليله، هذه هي النار اللي نحمص عليها، ما تحطوش ولا ما تطلقوش على نار عاليه باش ما تنحرق لكمش الفرينه حتى تدي لكم هذا اللون الشباب اللي راكم تشوفوا فيه. واهم حاجه باش تنجح لكم هذه الطمينه ولا هذه التقنته، لازم لكم المقلاة تكون ثقيله ولا الطاجين اللي تحمصوا فيه يكون ثقيل هكا باش ما تنحرق لكمش بالخف وتنشف لكم من الرطوبه اللي تكون فيها، وثاني قلت لكم ما تجيكمش محروقه. هنا غربلتها للمره الثانيه، يعني تغربلوها قبل ما تحمصوها وتغربلوها بعد اللي تحمصوها، هكا تتفادوا هذيك الكويرات اللي تبقى لكم خضراء. من بعد هنايا جبت نفس الكاس، تقدروا تعبروا حتى بالفنجان ولا الكاس تاع الشاي، عبرت هنايا كاس تاع حمص ولا دقيق الحمص، هذيك الحمص تاع الكرنتيكا اللي نخدموا به ونشروه واجد. هنا تاني كاس غربلته المره الاولى كما درنا في الفرينه، رحت حمصته، شاو هنا شويه رفد لي التحماص باسكو اللي هيت شويه عليه صراحه. هنايا النار كانت ناقصه، يعني شوفوا النار كي تكون ناقصه هكا وما ديروش الكوارث، لكن لو كنت تزيدوا عليه النار راح ديروا يعني الدقيق تاعكم سواء كان تاع الحمص ولا الفرينه غادي ينحرق لكم. هنا غير شويه زدت له في اللون تاعه، ما كاش محروق ولا كما راكم تشوفوا. غادي نغربله للمره الثانيه. شوفوا كي تغربلوه هنايا الحمص ولا الفرينه غادي يخلي لكم هذيك الكويرات، هذيك مكلاه تعاودوا هكا تفوتوها في الغربال، لا خلوها صاي، هذيك ما نستعملوهاش باسكو ما لحقتهاش الحراره. نخلط الفرينه مع دقيق الحمص مليح مليح، خليها على جهه. نزيد هنا كاس تاع اللحظه اللي هو حليب مجفف، هنا تاني تغربلوه المره الثانيه، تدوه تحمصوه، لكن هنا طريقه اللحظه تختلف ولا فيها هكا واحد يعني فيها واحد النقاط. هنا غربلتها، كي تغربلوها شيء مهم لخاطرش هنا ما غاديش كادير لكم الكويرات في المقله ديجا كانت حاميه، النار راهي نعاود ناكد لكم ناقصه. شوفوا نار ناقصه، تبدو هنا تحركوا كيما درنا في يعني في الفرينه وفرينه الحمص، غادي تروحوا كاع الجوانب ما تهملوهاش وتبدو تحمروا فيها حتى تولي لكم بهذا اللون. كي تبدا هكا دير لكم طبقه من تحت، قلعوها كاع من فوق النار وكملوا فوق البوطاجي هكا ما غاديش نحرق لكم. شوفوا كي غادي نكمل هنايا فوق البوطاجي ما نردهاش كاع فوق النار باسكو المقله راهي حاميه بزاف وراه تعطيني هذاك الصهد في اللحظه. هنا حتى تدي لكم اللون الذهبي وتكون واجده باذن الله تعالى. راكم تشوفوا ما حمصناهاش كليا فوق النار. من بعد هنا غادي نعاود كيما هكا نحطها مع المكونات الجافه، درنا فرينه، درنا الحمص، ودرنا هنايا اللحظه. نغربلوها ثاني هي، وهذيك الكويرات اللي تبقى لكم حتى هي ما غاديش تعاودوا هكا تفوتوها بالمغرف، هنا ديجا ما بقاش فيها بزاف. من بعد هنا جبت كاس تاع جنجلان، كاس هذاك مقلوع منه هكا حوالي اصبعين. هنا الجنجلان حمصته تحميصه خفيفه هكا بلا ما تحرقوه بيان سور. تجيبوا الاشواغ، شوفوا اخواتاتي ماشي الروبو، الاشواغ غادي شوفوا كيولي لكم غادي الحبه تتهرس، ما خصناش هذاك الجنجلان اللي يولي هكا معلك ويولي لنا يطلق لنا الزيت هكا مهرس، يولي كيما يولي كونكاسي مهرس وهكا كتلمسيه حرش في يدك، مازال ما يولينا هكا كاع طالق الزيت تاعه. ولا الاشواق تعطينا النتيجه كنت ديري في البلندر ولا غادي يولي لك مزيت. هنا خلطت كلشي مع بعضه، زدت هنا كاس تاع سكر غلاس اللي هو السكر الرطب، تقدر ديري كاس، تقدري ديري حتى الكاس ونص انت وما تبغي الحلاوه. انا كاس هذاك هو ما بغيتهاش حلوه بزاف.
هنا رشه تاع الملح الحافظ الطبيعي، وكان هذا اخر انغريديون اللي زدناه دروك هكا من النواشف. بقاتنا غير حاجه خفيفه دوك نديرها لكم. نخلط مليح مليح هنايا كل المكونات، وهنا غادي نستعمل يدي هكا ونقعد نحبك في هذيك المكونات الناشفه باش سكر كلاص يدخل لي في قلب المكونات. على بالكم بلي كل المكونات اللي درناها كاع صامته. وفي هذه المرحله صاي كانت واجده. تقدوا هنايا اللي تكون عندها نفاس ولا ديري هذه المكونات تاعك وديريها في قابصه في الفريجيدير، وكي تبغي هكا يجو عندك ضياف ولا غادي تجبدي المكونات الناشفه تاعك وتخلطي لهم مع الزيت والزبده. الزيت هنا في نفس المقلاة اللي حمصنا فيها كل المكونات ديت نصف كأس من الزيت، وزدت ثاني حاول 2 مغارف كبار مقبين مليح مليح تاع الزبده اللي هو مارغرين. هكا درتهم حتى اللي غلاو لي فوق النهار ولاو يديروا لي هذاك الصوت تاع الطرطقه باش الماء كاع يكون في الزبده يخرج، وحتى اللي هذاك الصوت يختفي تماما غادي تقلعوها من فوق النار وهي حاميه. هذيك المكونات اللي درناها ولا الليدام حطيتها في الغيسيبيون، وغادي نقعد نطفي في التقنته في هذاك الزيت اللي مخلط مع الدهن، ونقعد هكا نخلط حتى نوصلوا عفوا للقوام المطلوب. هنايا خواتاتي بالنسبه اللي قلت لكم دسوها في الفريجيدير، هذيك كي تكوني قلت لك نافس وتجبدي لضيافك وتقعدي تخلطي لهم هكا غير المواد الناشفه مع ليدام هذا اللي درناه وتحطيها هكا جديده. سينو هنايا تقدري ديريها كاع في الكونجيلاتور، هذيك المواد الناشفه ديريها في الكونجيلاتور وثاني هكا ويعني تاكليها على مدار السنه. هكا الصوالح تاعك ما يغملوا ما يديروا ريحه ما والو وراهم واجدين. من بعد انا كي خلطت كل المكونات وتحصلت على قوام يكون رخو شويه، زدت معاه هنايا الشاميه ولا حلوه الترك الشاميه، حلوه الشاميه هكا كنت دايرتها في الفريجيدير شاده روحها، ربيتها بلا راب هذيك الرقيقه تاع الثوم وزدتها مع كامل المكونات. راكم تشوفوا فيها راهي طاقه في طاقه مغذيه جدا. هنايا هذا هو القوام اللي خليته لها. تقدروا تزيدوا نتوما تنشفوها على هكا، لكم حريه الاختيار، تبغوها طريه تبغوها شاده روحها اللي بغيتو كيما بغيتوها نتوما تاكلوها. من بعد هنا ربيت عاود شويه تاع حلوه الشاميه اللي هي حلوه الترك، وغادي نزوق بها هكا الطباسه تاوعي وتنجموا تزوقوها كيما بغيتو، ويعني الاختيار لكم. هنايا انا شاركتكم الوصفه هذه، انا صراحه يعني اللي حطيتها لها عجبتها، قاعد تقولي شاكي دايره فيها ما قبطش لي زانغريديون باسكو كلشي راه مخلط وراه سيرتو داك الحمص ما يبانش كاع. هنا غادي بعد اللي درت لها هكا في لوتور تاعها هذيك حلوه الترك، غادي هنايا غير بالبوشون هذا تاع الزيت هذاك تاع 5 لترات غمسته في القرفه ودرت في الوسط هكا، وتجيبوا حبيبات تاع لوز ولا تاع قرقاع ولا اللي كان عندكم، تقدروا غير بالقرفه ولا بالورد الحر هكا ديروا لها تزيين بسيط. انا يعني شاركتكم هذا التزيين البسيط جدا واللي ما فيهش يعني تكاليف كبيره. هنا زدت لها لوز ايفيلي تاني هكا باش يكسر لي الالوان، وكانت هذه هي واجده كما شفتوا في بدايه الفيديو. القوام تاعها طري ما تخرج لكمش ليدام، ما تخافوش كاع منها، ما تجيش فيها بنت الزيت تقهم ولا حاجه، ولا راهي ما شاء الله بلا عسل، وراهم فيها مكونات جد بسيطه وفي نفس الوقت مغذيه جدا. ان شاء الله يا ربي كانت الطريقه واضحه وكان الفيديو سهل وخفيف عليكم. استودعكم الله الذي احبكم فيه، نقول لكم شهيدكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر باذن الله.